لا، هي مش اللي في بالك خالص، علشان دماغك ما تروحش بعيد. تعالوا النهارده نعمل مع بعض يا جماعة عسلية، برغم سني الكبير دوا وانا بعشقها لحد دلوقتي. ولو انتي بتحبيها او ولادك بيحبوها، تعالوا هنعملها في البيت بطريقة سهلة جدا جدا. بكوباية عسل اسود، وهتعملي كمية عسلية كبيرة جدا وهتفرحي بيها ولادك، وانتي اول واحدة هتفرحي بيها. وانا من عشاق العسلية. معانا هنا كوباية من العسل الاسود، عليها كوباية من السكر، وهنرفعهم على النار وهنبدأ نقلب فيهم لغاية ما السكر يبدأ يسيح معانا ويختلط مع العسل، ويبدأ يطلع الفوم اللي انتوا شايفينه دوا. وايدك فيها علشان العسل ما يتحرقش. وهنقلب مع بعض يا جماعة بمكونات سهلة وبسيطة، هي خلاص هي كده مكوناتها. هنلمها بس لما نيجي نلمها بالنشا، وهو دول الثلاث مكونات بتوع العسلية مفيش غيرهم. لغاية ما تبدأ الطفور معاكي كده، هنجيب بقى شوية نشا وهنحطهم على الرخامة زي ما انتم ما شايفين. وهنبدأ بقى نقلق نلمها كده مع بعض بالراحة، علشان هي طبعا سخنة. فانا طبعا هنا مش قادره المسها خالص بايديا، فهنا جبت معلقه وابتديت الم فيها. هي معلش هتاخد معاكي وقت لغايه ما تلم معاكي وتكون بالطريقه دي. وكل ما تلاقيها لسه ملزقه رش لها شويه نشا لغايه ما تاخدي القوام اللي انت شايفاه ده. هي فعلا تشبهها بس مش هي خالص، وطبعا كلكم فاهمين انا قصدي ايه. هنجيب بقى حته العسليه بتاعتنا بعد ما عجناها ولميناها، وهنبدا نفردها كده برضو على النشا بالطريقه اللي انتوا شايفينها. هي بصي يعني هي ممكن هتكون متعبة شوية معاكي، بس والله هتاخدي نتيجة ممتازة جدا. بدل ما بتجيبي الحاجة من بره وانت مش ضمناها فعلا، هتجيبيها بقى كده. وبعد ما حطيناها في النشا هنبدأ نطعملها صوابع كده صغيرة. انا هنا يا جماعة في خطوة نسيت اعملها، انا المفروض كنت دهنت السكينة بالنشا، فطبعا انا ما دهنتهاش. فانت لو هتعملي بقى الخطوة دي، هتبدأي تجيبي السكينة وتدهنيها بالنشا عشان تتقطع معاكي بسهولة. فانا طبعا فاتت من عليا الفكره دي فانا ابتديت بقى اقطعها كده بالسكينه زي ما انتم ما شايفين، واطلع قطعه قطعه وابرمها كوره، وبعدين اعملها ايه رول كده طويل شبه العسليه زي ما انتم ما شايفين. ومعانا هنا طبق فيه سمسم وهي لسه طريه، هننزل بيها على طبق السمسم علشان لما تنشف يكون السمسم مسك فيها بالطريقه اللي انتم شايفينها. هي كده خلاص خلصت معانا ما فيهاش اي حاجه تاني. وهنبدأ بقى هنسيبها كده في الطبق لغاية ما تنشف معانا وتلاقيها بتتكسر معاكي بسهولة علشان تمسك معاكي في السمسم. ونكون خلصنا كده مع بعض يا جماعة كمية العسلية اللي انتوا شايفينها دي. جربيها بكوباية العسل وشوية السكر، هتعجبك جدا جدا جدا. ونكون مع بعض كده خلصنا الفيديو. هنا دي ما كانتش لسه ايه، مسكت شوية. واشوفكم بخير حبايبي في فيديو جديد، والسلام عليكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك لاختك، والسلام عليكم.